كم مره قلت انك هتبتدي تتعلم لغه وبعدها باسبوع او بيومين بس بطلت؟ وكم مره قلت لنفسك انك لازم تتعلم انجليش او لازم تقوي مستواك في الانجليش ويا دوب اشتغلت على نفسك يوم او اتنين او اسبوع بالكتير وبعدها وقفت؟ خليني اقول لك ان المشكله مش فيك، المشكله في الطريقه اللي انت بتحاول تتعلم بيها. والنهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنحط خطه بسيطه كده مع بعض تساعدك جدا انك في خلال 3 شهور مثلا او اقل على حسب استمراريتك انك تتطور جدا في الانجليش او ايا يكن اللغه اللي بتحاول تتعلمها. اهلا بكم في فيديو جديد، وللي ما يعرفنيش انا احمد وبقدم محتوى عن السفر وكل ما يخص السفر. وطبعا بما ان اللغات حاجه مهمه جدا وبتفيدك في كل دوله انت بتسافرها، على الاقل لازم تكون عارف بعض الكلمات في الدوله اللي انت هتروحها. فقررنا ان احنا النهارده نتكلم على اللغات. ما حبيتش ان انا اتكلم عن الانجليش بالاخص، حبيت ان انا اتكلم عن اللغات بشكل عام، لان نفس الطريقه اللي هتحاول تتعلم بيها الانجليش هي اللي ممكن تتعلم بيها اي لغه تانية. مجرد ما بس عقلك يفهم الخطه ويفهم اللعبه ماشيه ازاي، هتبقى كل اللغات سهله في التعلم ان شاء الله. هقول لك على خطوات ونصايح عمليه انا طبقتها وفادتني جدا في حياتي وفي اللغات اللي انا حاليا الحمد لله بتكلمها. وتعالى بقى النهارده اقول لك كلمتين مهمين جدا بالانجليش، حاول على قد ما تقدر انك تطبقهم في حياتك. اول كلمه هي ديسيبلين، وديسيبلين معناها انضباط، ودي اهم قاعده عاوزك تطبقها وانت بتحاول تتعلم اللغه، ان يكون عندك انضباط. تاني حاجه كلمه مرتبطه بيها جدا وهي كونسيستنسي، وكونسيستنسي يعني استمراريه، لان انضباط من غير استمراريه عمره ما هيؤدي لنتيجه. حبيت اقول لك الكلمتين دول في الفيديو عشان تحفظهم وتخليهم دايما قصاد عينك، ان لازم يكون في ديسيبلين وكونسيستنسي عشان تلاقي ريزلتس مرضيه ليك. انضباطك واستمراريتك في التعلم هتخليك تتكلم انجليش او ايا يكن اللغه اللي بتحاول تتعلمها بطلاقه ومن غير كورسات ولا تعقيد ومن وانت كمان في البيت. اول خطوه عندنا انك لازم تنسى القواعد على الاقل في البدايه، ما تحاولش تتعلم قواعد، القواعد بتيجي لوحدها. ركز الاول ان ودانك تتعود على اللغه وان ودانك تقدر تفرق بين الكلمات اللي بتتنطق. هنسمع كل يوم حوالي 10 ولا 15 دقيقه من اللغه اللي احنا عاوزين نتعلمها، حتى لو مش فاهمين ولا كلمه من اللي بتتقال، احنا بس عاوزين ودننا والعقل الباطن يفهم او حتى على الاقل يتعود على سرعه الكلام ويتعود على نمط الكلام اللي بيتكلموا بيه. ومع الوقت عقلك الباطن هيبتدي يلقط الاصوات دي وهيبتدي يربطها بمواقف معينه وهيبتدي يفهمها لوحده. حاجه كمان لما تيجي تتفرج على افلام، لو بتتفرج مثلا على بلاتفورم زي نتفليكس او امازون او ايا يكن وبتقدر تختار الترجمه، حاول تخلي الترجمه بتاعت المسلسل او الفيلم اللي انت بتتفرج عليه لنفس لغه المسلسل او نفس لغه الفيلم. يعني مثلا لو بتتفرج على فيلم انجلش يبقى خلي الترجمه كمان تكون بالانجلش، لان دايما بيبقى في مشكله كده في بدايه تعلم اللغه، بتبقى سامع الكلام على بعضه بس مش قادر تفرق كل كلمه عن الثانيه، بتبقى حاسس ان الجمله على بعضها هي كلمه واحده، بس لما تبدا تشوف الترجمه على الكلام اللي بيتقال بتقدر على الاقل تفرق الكلمات اللي بتتقال وتقدر تفهم اللي بيتقال ايه. One day a man was drowning in the water and a boat came by and said, "Do you need any help?" He said, "No, thank you, God will save me." Then another boat came by, said, "Do you need any help?" And he said, "No, thank you, God will save me." Then he drowned and went to heaven. And he said, "God, why didn't you save me?" And God said, "I sent you 2 big boats, you dummy." Did you like it? Yeah, it's very funny. حتى لو مش فاهم معنى الجمله او معنى الكلمه ايه مش مهم كبدايه، المهم انك تبقى عارف وقادر تفرق بين الكلمات اللي بتتقال، ودي كمرحله اولى. والموضوع ده بالمناسبه ساعدني جدا جدا جدا. لحد النهارده عاوز اقول لك ان فئه كبيره جدا من الناس بتكون عارفه الكلمه معناها ايه بالانجلش بس ما تعرفش تترجمها بالعربي، لان عقله الباطن هو اللي حفظها مش عقله الظاهر، فبالتالي هو قادر يكلمك انجلش بس مش قادر يترجم لك عربي. تاني حاجه البراكتسنج، انت لازم تتكلم كل يوم. طب لو مثلا عاوز تمارس انجلش ومش عارف تعمل ايه، عندك ابلكيشنز زي هلو توك، ده اكتر ابلكيشن انا ممكن اكون برشحه لك. هلو توك، تدخل على الابلكيشن بتحدد انت منين واللغه اللي انت بتتكلمها وبتختار انت عاوز تتعلم انهي لغه، والابلكيشن لوحده هيبتدي يجيب لك الناس اللي بتتكلم اللغه اللي انت عاوز تتعلمها as a native language كلغتهم الام، وعاوزين يتعلموا اللغه بتاعتك اللي هي your native language اللي هي لغتك الام. وبالتالي هتدخل تتكلم مع الناس دي، تسلم عليهم ويسلموا عليك وتبتدي تكون علاقات معاهم، وفي نفس الوقت هتمارس اللغه معاهم. هم عندهم شغف يتعلموا لغتك وانت عندك شغف تتعلم لغتهم، وبالتالي انتوا الاثنين هتقدروا تساعدوا بعض. ومنها مش بس هتتعلم لغة، لا انت كمان هتتعرف على ثقافات لناس تانية ساكنة في بلدان تانية، فدي هتبقى حاجة مفيدة جدا. وده اكتر ابليكيشن ارشحه انك تتعلم بيه لغة انت بتحبها. وثالث حاجة والاهم، انك تعتبر حياتك اليومية هي الكورس اللي انت بتحاول تتعلمه. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تفكر حاول تفكر باللغة اللي انت عاوز تتعلمها. بيفكر بالصيني. خلينا نقول ان احنا دلوقتي بنتكلم على الانجليش.
يبقى انا اول ما اصحى من النوم محتاج ابتدي افكر بالانجلش. اي حاجه هعملها في يومي لازم ابتدي افكرها بالانجلش. يعني مثلا صحيت الصبح، اول حاجه عاوز تعملها انك عاوز مثلا تقوم تتوضى وتصلي، ما تقولش الكلام ده بالعربي، تفكر فيه بالانجلش وتقول لنفسك وتعرف يعني ايه كلمه وضوء. الوضوء اسمه ablution. وعندك الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي وكل منصات الاي اي مش سايبه حاجه، هتدخل على اي منصه منهم هتكتب يعني ايه وضوء بالانجلش، هيجيب لك المصدر بتاع الفيرب ايه، وهيجيب لك الفيرب نفسه، وهيجيب لك تصريفاته كلها، فبالتالي هتعرف يعني ايه الفيرب ده. يبقى دي كلمه جديده ما كنتش اعرفها، يبقى اجيبها واحطها وابقى اتعلمتها، وكل يوم او كل صلاه لما اجي اصلي يبقى انا عارف انا رايح اعمل ايه، رايح الوضوء اللي هو اسمه ablution. لو قلت مثلا انا عايز اروح اصلي I want to مش عارف يعني ايه اصلي، فاروح مترجم اصلي، تعرف انها pray، فبالتالي تبقى حفظت الكلمه دي كمان I want to pray. خليني اقول لك ان بالمواقف دي عمرك ما هتنسى الكلمات اللي انت حاولت تتعلمها. كذلك الامر، عايز افتح الباب I want to مش عارف افتح يعني ايه، فبالتالي ادخل واجيب ترجمه الكلمه واعرف ان يفتح يعني open، ف I want to open the door. وهكذا كل موقف بيعدي عليك وبتقف عنده وتترجمه وتحفظ ترجمته ايه، ده كده ثبت في دماغك ومش هيخرج بره دماغك، وبالاخص لو انت بتمارسه كل يوم. الخطوه اللي بعد كده انك تحاول ما تحفظش كلمات لوحدها. هتحفظ كلمه لوحدها هتنساها، لازم تحفظ الكلمه في سياق جمله عشان تفتكرها فيما بعد. يعني مثلا لو قلنا على كلمه الصلاه اللي هو فيرب pray يصلي، ما تحفظش فيرب pray لوحده، احفظها جمله على بعضها. مثلا I pray 5 times a day، يبقى انا بصلي 5 مرات في اليوم، وده هيخلي الكلمه تثبت في دماغك اكتر. الحاجه اللي بعدها ان لو موبايلك معمول بلغه غير اللغه اللي انت بتحاول تتعلمها، يبقى دلوقتي حالا وقف الفيديو وغير لغه الموبايل بتاعك وخليها اللغه اللي انت بتحاول تتعلمها، حتى لو انت مش فاهم قوي اللي مكتوب ايه، ولكن ده هيساعدك ويطورك جدا. العقبات اللي انت هتقابلها وانت بتحاول تفتح ابلكيشنز او تعمل اي حاجه في الموبايل هي دي اللي هتطورك فيما بعد وتخليك تتعلم اسرع. وفي حاجه مهمه جدا عاوز اقولك عليها في البدايه، حاول ما تركزش على الاكسنت خالص، لان الاكسنت ممكن تحبطك او ممكن تعقدك. ما تحاولش تقلد اكسنت بتاع حد مولود وبيتكلم بيها لسنين وانت تيجي في ايام بسيطه عاوز تتكلم بنفس الاكسنت اللي هو بيتكلم بيها. المهم بس ان احنا في البدايه نوصل لمرحله ان لما بنسمع حاجه بنقدر نرد عليها ونقدر نوصل اللي بيتكلم معانا اللي احنا عاوزين نقوله بكل سلاسه ومن غير عقد. تخلي الموضوع بسيط على قد ما تقدر، المهم بس ان الناس تفهم انت عاوز تقول ايه وانت تقدر تعبر عن اللي انت عاوز تقوله من غير اي عقد. زمان كنا نسمع انك لو عاوز تشتغل بسرعه او عاوز فرصه شغلك تبقى سهله ومرتبك يبقى عالي، يبقى لازم تكون بتتكلم انجلش ويكون مستواك كويس في الانجليش وكده. دلوقتي احنا في 2025 الموضوع اختلف، انت دلوقتي لازم يكون معاك اكتر من لغه واثنين وثلاثه، اكتر من الانجليش كمان. مش بس الموضوع مكتفي على الانجليش، لان اصبحنا دلوقتي الانجليش هو الستاندرد وكل الناس بقت بتتكلم انجليش. والخطوات دي لو خدتها وطبقتها على اي لغه تانية هتنفع وهتمشي معاك وهتتعلم منها بسرعه، خصوصا لو عندك ديسيبلين وكونسيستنسي. لو استمريت على الخطه دي 30 دقيقه بس كل يوم في خلال 3 شهور هتتفاجئ بنفسك وهتلاقي نفسك راضي جدا عن مستواك في اللغه اللي انت بتتعلمها. 3 شهور دي فتره مش كبيره خالص. لما تلاقي نفسك بعد 3 شهور بقيت تتكلم لغه انت طول عمرك نفسك تتعلمها، هتحس بفخر وهتحس بان انت مبسوط من نفسك وهتبقى راضي عن نفسك، ودي هتبقى خطوه لنقله تانية في حياتك ان شاء الله للاحسن. ولو عندك اي استفسار او عندك ملحوظه على موضوع اللغات اكتب لي ملاحظتك في الكومنتات، وممكن نعمل سلسله عن اللغات ونشارك فيها طرق اكتر وخطوات عمليه عن ازاي نتعلم اي لغه، او على الاقل على اللغات اللي انا بعرف اتكلمها، وقد ايه هي فادتني في حياتي، وقد ايه كانت خطوه قويه جدا وكويسه في حياتي ان انا اتعلم لغات جديده. وما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتشجعني عشان يوصلك مني فيديوهات تانية يا رب تكون مفيده. مع السلامه.